السلام عليكم البنات، كي راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه طاجين الجلبانه بالدجاج والبوله تاع الدجاج. نبدا مباشره مع المكونات. عندنا بصله مفرومه، عندنا كميه من الجلبانه، عندنا فخذ من الدجاج نقيته مليح لحيتو هذيك الشلعوطه، عندنا كميه من المعدنوس نص ربطه هكذاك تكفي. هنايا عندنا كميه من صدر اشي سكالوب دو بولي اشي، وهنايا عندنا لي زيبيس، عندنا الملح، عندنا القرفه، عندنا فلفل كحل. هذا ما كان اللي حبت تزيد الزنجبيل تزيد عادي نورمال. وهنايا عندنا لا مارغرين، وهنايا عندنا 2 مغارف زيت تاع المائده. نبداو مباشره. اول حاجه نديروها نحطو الصدر تاعنا في القدرة، نضيفوا له 2 ملاعق، كيلتهم على كل حال، كاين 2 ملاعق هنايا، 2 ملاعق زيت عادية، زيت المائدة، ومغرفة زبدة ولا مارغرين. انا نستعمل ماتينا هايلة، نحب اليوكو تاعها، مغرفة هكذا تكون معمرة. ومباشرة نروحو نحطوهم يتقلاو، نقليو لو بولي تاعنا بيان في هذا لو ميلونج تاع الزيت ولا مارغرين، ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. هنايا البنات بعد ما قليت الفخذ تاعي حوالي 2 دقائق نضيف له البصله المفرومه، نقليهم مع بعضهم. نزيد نقليهم. بالكم لو سكري تاع الطياب البنين هو كي تقلى البصل مع اللحم في الزيت والزبده، هذا هو لو سكري تاع الطياب البنين. دونك نزيد نقليه البصل تاعي حوالي 3 دقائق هكذاك، وعسوه بيان سور باش ما يتحرق لكمش، ونولوا ان شاء الله نكملوا لا روسيت تاعنا. بعد ما يتقلى الدجاج تاعي بيان مع البصل نديرو الملح كل وحده وكيفاش مولفه تملح الماكله تاعها. وبيان سور ما تكثروش الملح، لانه كي ما تكثروش الملح كي تجينا الماكله مسوسه عندها دواء، كي تجينا مالحه ما عندهاش دواء. دونك راني ضفت مغرفه صغيره تاع ملح، راس مغرفه صغيره تاع فلفل كحل، وراس مغرفه صغيره تاع قرفه. هادو هما لي زيبيس اللي نديرهم انا في طاجين الجلبانه تاعي. ونزيدو نحطو ثلث الكميه، استدير 1/3 تاع الكميه تاع المعدنوس اللي قطعناها، ونزيدو نقلو حوالي دقيقه هكذاك، ونمرقو مباشره بماء سخون. تمرق ديما 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 بماء سخون. انا ما نقدرش نمرق بماء بارد. ملي بديت نطيب، ملي تعلمت لا كويزين على يما ربي يطول في عمرها، وهي قبل ما تحط طاجين، قبل ما تحط الماكله طيب، تسبق قبل بقدره تاع ماء، قدره ولا كاسرونه تاع ماء، تسخنها باش تمرق بها. دونك التمرق لازم يكون بماء سخون. يهمل انا نكمل نقلي البولي تاعي مع البصل مع المعدنوس وكميه من الملح والقرفه وفلفل كحل. نزيد نحركهم شويه ونمرق حتى تتغطى هاد لاكويس، حتى يتغطى البولي بالماء، ونحبس ونغلق عليه ونخلي البولي تاعي يطيب نص طياب، دومي كويسون. كي يطيب لي لو بولي تاعي نص طياب نضيف هذيك الجلبانه ان شاء الله. هاو الطاجين تاعي بعد ما مرقته نخلوه يطيب هذا البولي حوالي
20 مينوت هكذاك ولا اقل شويه، 15 مينوت 15 مينوت من تم نضيفوا الجلبانه ان شاء الله. البولي تاعنا راهو يطيب. انا جو بروفيت نوجد لي بولات تاع لو بولي. اول حاجه نديرو ملح، كميه من الملح، نديرو شويه فلفل كحل، نديرو ثلث تاني تاع كميه المعدنوس اللي كانت عندنا، نديرو مغرفه صغيره زبده ولا مارغرين، مغرفه صغيره برك بصح تكون معمره بيان. وهنايا عندنا بياض بيضه نديروه، ونخلط تري بيان باش يتماسكوا المكونات كامل مع بعضهم. كاين اللي ما يديروش معدنوس، تقدري ما ديريش معدنوس، بصح انا نحبهم بالمعدنوس، يعطي لهم شكل شباب. دونك اللي حبت دير معدنوس دير، اللي ما حبتش معليش. ميلونجي كلش ونخليهم هكذا لمده 10 دقائق قبل ما نفرميهم باش تتماسك المكونات مع بعضها. وهذاك لو بولي تشرب لي زيبيس اللي درناهم فيه. نخليه هكذا 2 مينوت ان شاء الله، ونفرميه دي بولات ونجمرهم في شويه زيت. انا نحب نجمرهم، تقدري ديريهم هكذاك ديريكتومون، بصح انا نحب نجمرهم شويه زيت ولا شويه زبده وزيت، ونميلونجي هكذاك في مقله ونقليهم باش نعطي لهم هذيك لا كولور دوري كيما تحبي. حبيتي تقليهم مليح، ما حبيتيش ديريهم ديريكتومون في لاصوص تاعك. اذا البنات كيما قلت لكم بعد مرور 20 دقيقه على البولي تاعي نضيف الجلبانه، نضيف الجلبانه ونزيد لي بولات تاع البولي كيما قلت لكم. بعد ما هاملك لي بولات تاوعي بعد ما حمرتهم في شويه زيت وشويه زبده، نحطوهم بالعقل نحطوا بالعقل لي بولات تاوعنا، نحركوهم شويه باش يدخلوا في لاصوص ونخلوهم يطيبوا هما والجلبانه حوالي 15 دقيقه ونطفوا عليهم، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا البلا تاعنا في طبق تقديم. اذا البنات كيما راكم تشوفوا هاوليك الطبق تاعنا راهو واجد، طبق طاجين الجلبانه راهو واجد بنين ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنجح لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. الى اللقاء.